النهاردة أنا هعمل الطعمية في البيت بطريقة سهلة جدا، وهعمل معاها أحلى فول متمس. تعالي نشوف الطريقة مع بعض. الفول أنا كنت غسلاه ونقعاه 6 ساعات. الفول أنا هسويه في الدماسة، ما عندكش دماسة استخدم الحلة. الفول أنا غسلته هنزل بيه في الدماسة. هضيف على الفول ربع كوباية عدس أنا غسلاها ومصفياها. هضيف حبة طماطم، جزرتين مقطعين. هضيف معلقة صغيرة بيكنج باودر، بتخلي الفول يستوي بسرعة والقشرة بتاعة الفول ما تبقاش مجلدة، تبقى ناعمة. هضيف نص معلقة صغيرة كركم، بتدي لون جميل. هضيف مية بتغلي وهرفع الدماسة على البوتاجاز لحد ما الفول يستوي. كل ما احتاج مية هضيف. قبل ما تستوي في حدود نص ساعة هضيف الملح على حسب الاحتياج. نار تبقى شمعة. الفول المدشوش انا كنت نقعاه 6 ساعات. هحضر الطعمية. هضيف معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كمون، معلقة كزبرة حب. هضيف كرات، ما عندكش كرات ضيفي بصل اخضر. انا ضفت التوابل علشان هستخدم الطعمية على طول. انت استخدمي التوابل لما تيجي تعمل الطعمية. ضفت نص بصلاية صغيرة، 4 فصوص توم او 5 فصوص. هضيف حبة كزبرة خضراء على حبة بقدونس. ما تكتريش الخضرة علشان ما تغمقش وتفك منك وانتي بتسويها. هنزل بنص الكمية في الكبة. هشغل الكبة. هضيف معلقتين مية علشان تمشي الفول في الكبة، مش هكتر علشان متبقاش طرية. هروح على البوتاجاز. هضيف نص معلقة بيكنج باودر، بتخليها هشة وجميلة ومعايا سمسم. هشكل. شايفة لون الطعمية جميل جدا. في نفس الطاسة هنزل ببطاطس فريزن. شايفة لون الطعمية لا فاتحة ولا غامقة. هطلع البطاطس وانزل بالبدنجان. البدنجان انا كنت مقطعاه ورش عليه ملح. سبت البدنجان في حدود نص ساعة. صفى المية اللي فيه. بدرت البدنجان بدقيق. شايفة اللون جميل جدا. الفول استوى والاكل بتاعي جاهز. شايفة لون الفول جميل جدا. قبل ما يستوي بنص ساعة اضيف الملح. احلى فول هتعمليه زبدة. القشرة بتاعته ناعمة، كفاية طعمه مش زي العلب اللي بنشتريها اللي كلها مواد حافظة. بيبقى طعمه جميل جدا. شايفة لون المية جميل جدا. ههرس الفول بهراسة البطاطس. شايفة في ثانية الا ثانية بيتهرس علشان الفول مستوي والقشرة ناعمة. هضيف على الفول معلقة بصل مفرومة، بتدي طعم جميل. هضيف كمون. هضيف عصير ليمون. اي توابل انت حباها على الفول تقدر تضيفيها. طحينة تدي طعم جميل. زيت زيتون. احلى طبق فول بزيت الزيتون. شايف الجمال هو لا اروع. احلى اكلة جميلة جدا. حد يقولي الاكلة دي ناقصها ايه؟ لو حد يعرف الاكلة دي ناقصها ايه اكتبوله في الكومنتات. عايزاكم تقولولي الاكلة دي ناقصها ايه. شايفة العيش فريش. العيش ده لو حد حابب يعرف الطريقة يكتبولي في الكومنتات وانا انزل لكم الطريقة. احلى عيش هتعمليه في البيت. عيش فريش، فول وبطاطس وطعمية. شايفين الجمال ولا اروع.
وإن عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي لي كومنت. لو ما عملش فولو اعملي فولو علشان يوصلك شعر بأي فيديو جديد ينزل. تابعينا على قناة اليوتيوب مطبخ مرمر، فعلي الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوفك في فيديو جديد.